مساء الخير. بداية نحب نهني شعبنا والشعب العراقي جميعا بتحرير الموصل والانتصارات اللي حققها جيشنا الباسل، والله يرحم شهدائنا اللي انتقلوا إلى رحمة الله دفاعا عن الوطن وتحرير أراضيه. ولكن رغم كل هذا لا تزال الجرائم ترتكب بحق بسطاء فقراء ما عندهم أي توجهات سياسية أو دينية، مجرد أنهم اتخذوا ستايل معين بحياتهم أو هواية مارسوها بحياتهم. والكارثة الكبرى أنه مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تساعد بارتكاب هاي الجرائم، وبعد ما تصير الجريمة ينزلون عن هذا الشخص ويقولون ليش مات وشنو صار بيه وحرام وخطية، وهم نفسهم اللي كان لهم إيد كبيرة في قتل هؤلاء الأشخاص. يوم بعد يوم يزداد يقيننا بأنه نعيش في عالم مجنون، كل يوم يحمل معاه دليل جديد ومفزع على أنه فقدنا إنسانيتنا كليا، صرنا مجموعة من الهمج، طبعا إنتاج بعضنا البعض دون وعي أو منطق، كائنات فقدت عقلها مدفوعة بالعنف والكراهية. واليوم لزائد 18 راح نسلط الضوء عن مقتل الشاب الوسيم الجميل والفنان كرار نوشي. نشوف هذا التقرير ومن بعدها نعود. قالوا عنه يريد أن يكون ملك جمال العراق، ولكنه رفض وقال: الجندي على الساتر الذي يحمينا هو الوحيد الذي يستحق هذا اللقب. حبه لبلده لم يحميه، فكان مصيره القتل والتعذيب ورمي جثته في الأنقاض. التحق حديثا بالوسط الفني وتحديدا بالمسرح في كلية الفنون الجميلة، ولكن استفاق أهله وسكان منطقته على وقع صدمة وهم يتلقون خبر مقتله. تلقى عدة تهديدات بسبب مظهره وأسلوبه في ارتداء الملابس وتسريحات شعره. حقق شهرة واسعة بعد انتشار آخر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي. كانوا ينادونه بيكهام في مراهقته بسبب شعره الأصفر ولون عينيه الزرقاويتين. اليوم على من يلقى اللوم؟ على مواقع التواصل الاجتماعي أم على المجتمع الذي نعيش فيه؟ مواقع التواصل الاجتماعي بؤرة لبث الأفكار ووسيلة لجمع وتحريك الرأي العام وتوجيهها حسب الأجندات وحسب الأهداف، وساهمت طبعا أيضا في مفهوم صناعة الأحزاب سواء السياسية الاجتماعية أو حتى الإجرامية. كذلك هنا الخطورة اللي نريد اليوم نحكي بها والتوجه لصناعة الأحزاب في العالم الافتراضي جاء لصعوبة المواقف والتجمعات الحزبية على أرض الواقع، وساهمت اليوم على مواقع قتل نفس بريئة وبسيطة. لذلك اليوم راح نحكي أكثر عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات اللي تحصل على الفيسبوك. جبنا ضيف إلى خلينا نقول طرف بهذه القضية، واللي هو ضيفنا العزيز عمر الآغا. حياك الله، شلونك؟ الله يحييك، شكرا. الحمد لله. انت ناشط مهم على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا على جروبات اللي تصير في الفيسبوك، ان كانت جروبات عربيه عراقيه او حتى جروبات تهدف الى مساهمات انسانيه. لكن اليوم السؤال الاهم هو كثير من الجروبات اللي تساهم بقتل اشخاص ما لهم ذنب، خصوصا بعد كميه من انتشار صور و خلينا نقول ابتزاز هؤلاء الأشخاص. خلينا نقول أنه السبب يعود إلى كمية اللايكات، وهم بالأساس جاهلين الكارثة اللي هم يقومون بها. احكي لي اليوم منو يقوم بإدارة هاي الجروبات؟ للأسف يعني بدأت الناس يعني لازم نشخص بالبداية اكو حالة مهمة بالمجتمع العراقي، ويمكن أغلب المجتمعات العربية، أنه هو حالة الشهرة، أو خلي أسميها مرض الشهرة الأصح، أنه الكل يريد يشتهر والكل يريد اسمه يكون يعني متواجد على جميع الألسن. هاي الحالة هي اللي جاي تخلينا نوصل لهاي المراحل. يعني أنا اليوم شخص ما عندي أي اهتمامات، قاعد بالبيت، سويت فد بيج أو صفحة على الفيسبوك
قمت اختار بها مواضيع تشد العالم، ترى من ضمنها الطائفية يعني. طبعا. بسببها هاي الصفحات بدأوا يحجون على الطائفية حتى تصعد المنشورات، حتى تصعد اللايكات ويشتهر بهاي الطريقة. نفس الحالة هي سالفة القتل، للأسف بدأوا ياخذون يرصدون حالات هي أصلا يعني تقريبا طبيعية، بس هم يشوفوها أنه هذا الشيء غلط، يبدون ينشرون بها ويتكلمون بها في سبيل أنه يثيرون جدل، يثيرون تفاعل على المنشور، يثيرون أكثر لايكات. نعم. فهذا الشيء سبب إلى قتل، سبب إلى دمار. يمكن بنات انحرموا من طلعة البيت، يمكن أشخاص يعني المجتمع بدأ يتجاهلهم من وراء هاي السالفة. طيب عمر، احكي لي عن أعمار هؤلاء الأشخاص المسؤولين على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الجروبات والبيجات اللي في الفيسبوك، أعمارهم ايش قد؟ أعمار الآدمية صح؟ طبعا تراوح أعمارهم، خلينا نقول سن المراهقة، لأن أغلبهم يعني ما عندهم أي عمل، فيحبون أنه يوصلون للعالم، فيختارون هذا السلك، هو سلك السوشيال ميديا. يبدون ينشؤون صفحات، يختارون المواضيع اللي تثير الجدل في سبيل أنه ينتشرون عنها. وأكو فئة ثانية هم فئة الشباب، يعني الناصحين أصلا يعني يعرفون مدى خطورة هذا، بس مشكلة أنه عدم وجود العمل، عدم توفر العمل، أنه بعد التخرج يبدي ما عنده أي شيء يسوي، شهادته بصفه، فشي يسوي ينشئ صفحة على الفيسبوك، يبدي يطلع همومه بالبداية إلى أن بعدين يتحول إلى قاتل وهو ما يدري بروحه أصلا يعني. ما يدري. اللي تعرضت أنت إلى نوع من التهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو شفت ناس تعرضت إلى نوع من التهديد أنه إذا ما سويت لي هاي الشغلة أفضح صورك، أنزل صورك، أكتب عنك منشور، خصوصا إذا كان البيج مسموع وموثوق، وأكو ناس يعني كثير الناس تتابع هذا الجروب فيبتزون به بعض الأشخاص؟ اي طبعا انا بالنسبه لي يمكن مره واحده، وانه مره نزلت بوست سياسي كان يعني حيادي، بس اللغه اللي ما فهمها اعتقد صاحب البيج، فبدا يهددني على هذا الشيء. يعني قلت له ما عندي اي اشكال، روح انشره، يجون اصحاب اللغه هم يقررون، مو انت اللي تقرر مصيري انه انا احكي بشيء غلط او انتقد احد. اكثر شيء هاي يصير للبنات. بنات هواية يتعرضون لهاي الحالة من ناحية صور، من ناحية منشورة أو كتابة، فهذا الشيء كله جاي يأثر عليهم. يعني أعرف هواي بنات مثلا بدوا أنه ما يخرجون خارج البيت في سبيل أنه انتشرت صورهم هاي، إذا أهلهم كانوا متفهمين، أو إذا أهلهم ما متفهمين فالله يرحمها البنية. هواي يمكن شفنا بالأيام اللي راحت قصة البنت نبأ، نفس الحالة، هو سالفة أنه خرج الولد وقال انه اني انسرق تليفوني، هو خطيبها حسب ما قال يعني. نعم. احنا حتى ما انسرق ندخل تليفونه، بدأت تنتشر الصور، حتى ما ندخل بقصص مختلفة عن قصتنا لهذا اليوم. نريد نحكي عن القصة الأهم اللي هو مقتل هذا الشاب الجميل الممثل والفنان، اللي خلينا نقول هو ستايله مختلف ولكن مو بشع ولا مخل. صح. انت كتبت على احد المواقع قلت انه اليوم انتم نشرتوا عنه وانتم نفسكم اللي اذيتوه. تعرف خلفيات حول موضوع مقتل كرار؟ كرار هو شاب مجرد مهتم بالفن، وهو اصلا فنان، الانسان موهوب كلش الله يرحمه. كان مجرد انه يروح للمسرح الوطني، يريد يعني بس مجرد انه يريد يوصل ويصير فنان ويطلع الطاقة اللي بداخله. انا يمكن تعرفت على كرار قبل تقريبا سنة، كنت اسوي تقارير، فكان هو موجود بالمتنبي وكان يعمل عروض بالشارع مجرد لا دعم ولا شيء. فمن التقيت به انه انت شنو اللي تسويه، انه اني فنان عندي طاقة احب اكون مسرحي وما الى ذلك. تجمع هو وبعض الشباب اللي مثله وبدأوا يسوون مسرحيات استعراضية، لو بالشارع لو منتدى المسرح او المتنبي وهيك شيء. نعم. قبل اشهر من مقتله يلا انضم الى المسرح الوطني. انا اعتقد بهاي الفترة كلش كان فرحان لان هو تقريبا حقق حلمه، بس للاسف يعني بدأت الناس تروج للصور مالته على الفيسبوك،
انه ولفقوا له تهمه او يعني فبركه خبر مفبرك انه هو مشارك بعرض ملك جمال او هيك شيء. وإن الولد كان يعني بعيد شنو كل البعد عن المشكلة هذا إذا الشيء. كان ملك جمال العراق يدخل؟ يعني شنو المشكلة؟ احنا اللي يعني احنا نريد نتحرر بشيء معين ونصير متخلفين بشيء معين، مو منطق. المشكلة احنا بالمجتمع، المجتمع ما جاي يتقبل هذا الشيء. بس احنا لو نرجع على بغداد مثلا بالسبعينات ما كانت تتقبل اي شيء يجي هنا، لان هاي عاصمة. العاصمة يفترض اشوف بها اشكال والوان، اشوف بها الاجنبي واشوف بها العربي وغيره وغيرها. لكن احنا الان يمكن اعتقد تغيير الديموغرافية اللي حصل بهذا البلد بعد السقوط وقبله هو هذا اللي جاي يأثر على التمدن الموجود بالعاصمة. طيب. لذلك احنا جاي نشوف اي شيء غريب. برأيك انت صاحب البيج نفسه اللي نزل عنا هذا الخبر المفبرك وبنفس الوقت صار يتهدد من خلال هذا الخبر وايضا انتشار صوره الكمية هائلة عن طريق هذا البيج، إلا هو طرف وكان اكو خلاف شخصي بينه وبين كرار يعني وخلاه انه يسوي بيه هاي الشغلة، ولا لا هي صدفة نزل على البيج وتهدد كرار؟ هو تقريبا أكثر من حالة صارت هيك، يعني يمكن الباقين نجوا وكرار وقع بيها لأن هو أصلا فنان، ويمكن لأن احتمال يعني مختلط بمجتمع شوي يعني ما يرغب هذا الشيء. بالضبط قدروا يوصلوا له. الباقين انهم اشخاص عاديين ايضا نفس الحاله، مجرد انه منزل صوره على حسابه الشخصي شوي بها غرابه، بدأوا ياخذوها جماعه البيجات وينشروها في سبيل يحصلون لايكات، في سبيل يحصلون تفاعل، في سبيل يجمعون جمهور يمهم. هاي الشيء كلش يعني اذى العالم. قلت لك البقيه يمكن نجوا بس كرر للاسف وقع بهذا الشيء، واكيد يعني 100% انهم شاركوا في مقتل هذا الشاب. نعم، وما خفي كان اعظم. يمكن كثير قصص مثل كرار كان لها سبب مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم اريد اسمع منك كشاب عراقي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، شنو قد نسبة مساوئ استخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ونسبة خلينا نقول نجاح أو أهمية؟ والله صراحة نسبة نعم نسبة الاستخدام تقريبا يمكن فد شيء يصدم. أعتقد يعني هو 90% السيء، الاستخدام السيء. لأن جاي نشوف أنه من خلال اليوميات اللي تصير، يعني احنا بالعراق يوميا حدث موجود. نعم. هذه الأحداث جاي تأخذ على السوشيال ميديا، تنزل يعني بآراء شخصية. أوكي أنت حكيت برأي شخصي، بس أعتقد يفترض أن تكون حيادي هنا. بس هي لا، جاي أي شيء جاي يصير لازم تدخل به الطائفية رقم واحد. الرأي الشخصي المتزمت إنه خلاص قفل على هذا الشيء، هذا غلط. زين أنت أوكي شوفه من زاوية ثانية، احترم الرأي الآخر، احترم الطرف الآخر. ما جاي يصير هذا الشيء نهائيا، إنه مجرد كتب وجهة نظره. ويعني مثلا أنطيك مثال، أنا بيوم من الأيام أحد الأشخاص نزل منشور وحكى عن فد أشخاص أنا منتمي لهم أصلا. نعم. زين قلت له أنا صديقك احترمني أو غير من هذا الشيء. قال لي لا والله أنا ما أحترمك، ايش تريد تسوي وضربني بلوك. زين أنا أوكي، هنا صارت عندنا مشكلة إنه خلاص هو الرأي السائد ولازم يسود على الجميع. هذا أيضا مرض واستشرب المجتمع كله، المجتمع صار كله نفس الحالة، انه هذا رأي وغصبا ما عليك ترضى به. واختلاف الآراء راح يولد لنا هواي قضايا وهواي مشاكل، وخلاص احنا ما راح ننتهي من هذا الشيء. 10% الباقية نعم. بدأوا يشكلون جيوش إلكترونية في سبيل يكابحون هذول الأشخاص المنتشرين حاليا. وأعتقد راح ننجح، لأن يعني هاي بداية، وإن شاء الله يعني بعد يحتاج لوقت هواي، وإن شاء الله أكيد ننشر التسامح، ننشر طريقة نشر هاي المعلومات بشكل صحيح حتى نتفادى هواي شغلات إن شاء الله. نصيحة أريد منك إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا إلى أصحاب بيجات الفيسبوك وهاي النوعية من البيجات اللي دا نتحدث عنها اليوم. والله النصيحة انه هواي معلومات اذا تريد تتفاعل بها، تخلي البيج مالتك يتفاعل، هواي اكو معلومات قيمة وغريبة، روح ابحث عنها واستقصى عنها وصير صحفي لنفسك،
وخلي الناس انه تقول خلاص انه صح موجود اكو هيك خبر وتتفاعل وياه. بس يا اما انه تبقى بهذا يعني تاخذ اخبار مزيفه وكاذبه، فانت بشرك انه انت قاتل. اتمنى يبتعدون عن هذا الشيء، واتمنى انه يصير وعي من باقي الشعب، ومو كل شاب انه الصدق انه اكو فقره، انا اسف على هذا الشيء، انه الناس هم جاي يتفاعلون. يعني اوكي صاحب البيج هو غلط ونزل هذا الشيء، ليش تتفاعلون وياه؟ يفترض ان نسوي له ريبورت ابلاغ حتى نلغي هذا الشيء. اتمنى من الناس اللي ما يتفاعلون ويا هيك منشورات قبل اهل البيجات. لذلك كان إذا أقول لك أريد أيضا نصيحة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الناس نفسها اللي تتابع اليوم. نريد نقول خلينا أنا وياك كلمة واحدة، نقول إنه انتقوا البيجات اللي تستخدموها وعرفوا شلون تستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشيء فائدة لكم أكثر من ما هو يسيء لكم. عمر الآغا ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي ومن الشباب اللي عندهم أهداف معينة وجميلة أيضا في المجتمع العراقي. شكرا لك ضيف جميل، تحياتنا لك. فاصل مشاهدينا ونعود لزائد 18. مقتل كرار نوشي كثير أثار الجدل وأيضا الكثير من الإشاعات حول مقتله وحول نوعية التهديد وأسباب التهديد. اليوم كانت كثير أسئلة ما كان عليها إجابات واضحة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الصحافة والإعلام عن مقتل هذا الشاب الجميل، لكن أصرينا بزائد 18 مثل ما تعرفون احنا دائما نحب نسلط الضوء على مواضيع مهمة، وأيضا نكون واضحين وصريحين في بث خبرنا في البرنامج. لذلك مراسلنا ذهب إلى عائلة الراحل كرار نوشي وراح نعرف أكثر تفاصيل حقيقية عن تهديد ومتى كان مهدد وليش تهدد ومن منه. أنا أحمد أخو كرار المرحوم، وهذا وضعه يعني هو هاي غرفته زين. إنسان فقير ماخذ طريقه وجايب طريقه. العصر جاء تليفون فخابره التليفون فهو راح. من راح يوم الجمعة بالليل، هو من على هذا الأثر يعني تقريبا بحدود الساعة 10 بالليل انغلق تليفونه. بالعشرة بالليل؟ اي انغلق تليفونه أول ما راح يعني بالليل، انغلقن تليفوناته 3 أرقام هو عنده زين انغلقن. ثاني يوم احنا ندق عليه ماكو، دورنا عليه مدري شنو يعني سألنا جماعته هذا ماكو إلى أثر. ثاني يوم بالليل درينا عن طريق التواصل الاجتماعي يعني على الفيسبوك وعلى هاي الصور نشرت زين. فرحنا تاكدنا من الخبر صحيح يعني، رحنا للطب العدلي او انهم رحنا للمركز القناه تاكدنا من الخبر صحيح. ما خلونا نشوفه ولا خلونا نوصل له، شرحوه بعد ما نقدر نشوفه زين. اي جثه شرحوه زين، بس من غسلناه اكو اثار تعذيب برجليه هاي يعني ضرب، آثار كلبشات يديه مربوطة يعني الخلف، آثار كلبشات يعني وخانقينه، كلها سببها صفحات التواصل الاجتماعي. فهاي هم شو يسوون هذولي بالفيسبوك دائما البيجات، ياخذون صورة عنده عمل مسرحي او فد شي صورة مصورة او هو ناشرها مثلا فد بكان معين، ياخذون صورة مالته وينشرونها ويكتبون عليها فد يعني كلام مسيء والناس تعلق ما تعرفه يعني، وايد الناس يعني ما تعرفه فيتعلق يحجون عليه ويحجون عليه يعني يسيئون له. انا اطالب وزير الداخليه والجهات المعنيه ان هذا الموضوع مهم كلش مهم. ليش؟ يعني انسان بسيط لا مأذي احد، لا مسوي ارهاب، لا يعني متعدي على احد من الناس، لا يروح بمناطق يعني يخرب تخريب، لا يخطف لا يسوي. إنسان بسيط ينخطف وينقتل وينشمر بالشارع. احنا نطالب وزير الداخلية هذول لازم يطلعهم، احنا هذول نريدهم ويقدموا للعدالة. والله وجه الدولة بصورة عامة كلها من رئيس وزراء وزير الداخلية اختصاص من المجرمين أينما كانوا. حياة رجال فقير أخذك وجب طريق، وهذه المنطقة كلها تدري
المنطقه كلها حتى العظميه وبالسيفين وبالدو لان اجونا هنا اجونا قالوا لنا ما عدا اي اذيه ابد الله يساعدكم على افراده طبعا. ويانا بالبيت هو فوق غرفته. سمعنا بعض الاشاعات انه انتم مثلا كنتم من تغذيه او كنتم ما تريدون. لا من عقل يا بخفف راسك هاي يقول انا شكو به مقدم مغلطي انا شابك اما ذا واحد اني بس عند راس شوي طويل هاي. بدت قصة كرار من دراسته في كلية الفنون الجميلة ومشاركته بأعمال مسرحية ونشر فعالياته المجتمعية وبعض صور على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل واسع واحتجاجا من بعض المستخدمين على طريقة لبس كرار وشعره الطويل وطريقة كلامه وشكله الوسيم. واجه انتقادات حادة من خلال صفحات الفيسبوك، وأصبح مؤخرا الشغل الشاغل للكثير من منصات التواصل اللي تهدف للحصول على مشاركات كبيرة وتعليقات باستخدام صور كرار الشخصية. مثل ما تعرفون أنه كرار كان يتميز بشكله الأشقر والشعر الطويل، وخلينا نقول الفنان اليوم يتلبس بأي كاركتر، خصوصا إذا كان هذا الفنان من داخله فعلا أكو فن. دائما نشوف الفنانين والرسامين اللي عندهم إبداع، تشوف عنده إبداع بلبسه، لبسه مختلف. الفنان الرسام شعره لازم طويل ولابس شابو أو لبسه متلون بشكل خلينا نقول واضح جدا. كرار نفسهم من هاي الشخصيات اللي هو كفنان يحب دائما يتميز بلبسه، يحب شعره يطول شعره، يعني هو ما سوى جريمة. خلينا نشوف صديق كرار بدون ذكر أسماء. اليوم احترمنا رغبة صديقه لأنه أيضا تهدد للأسف، فرفض أنه احنا نذكر اسمه وحتى رفض أنه يبين شكله. نروح نشوف خفايا وأسرار حياة كرار وتهديده وقتله ومن بعدها نعود. أنا كنت أروح لشارع المتنبي، كنت أشوف ولد دائما يتعرض للانتقادات والسخرية، شوف ذاك شعره أصفر، شوف ذاك صابغ شعره، شوف ذاك ما يستحي. ما عرفته. فترة من الفترات بديت أروح، بدأ يتقرب لي الولد، سلم علي، صار جروب بيناتنا، فسلم علي وقال لي أنا ما عجبني بشكلك، كون أنه أنا شكلي يعني يحرضه على أنه هو يسوي شكله، يعني أنه هو متاح له، شعر الطويل، اللبس الحر، اللامبالاة لما يسمع ولا ما يقولون الناس عليه. فتقرب للولد، ابدا اعجابه، كون انه هو هستوى بدا يشتغل بالمسرح، ابدا اعجابه بي وبغيري، واي واحد يساعده يحاول ياخذ منه طاقه حتى يساعده على انه يسوي نفسه هو ككرار، يعني يعتقد انه هو المسرح انه هو شعر وشكل وهالتفاصيل. شاف انه الوسيله الوحيده اللي العالم يتباع عليه هو مظهره، ياخذ منه طاقه ويخلصه من منطقته والمأزق اللي هو بيه. فبدا يشتغل على هذا الاساس، حب المسرح، شافك جمهور، شافك ناس تباع عليه، قال لك لا انا ممكن اصير. عنده إمكانية جسدية بدأ يطورها بعد ما اشتغل بكل مكان، طبعا يشتغل مجاني. كرار شاب يشتغل عمالة، يعني عائلة كلش فقيرة هم، يشتغل عمالة، فلوس العمالة كان يشتغل بها ياخذها تخيل كروة على مود يجي بها المسرح الوطني. فكان يلعب طاولة يحول بيقهم. بعدها كرار بدأ هواي يجي المسرح، لأن جماعته يعني أصدقاء المنطقة كلش قليلين وبدأوا يسخرون من شكله، أهله بدأوا أصلا همين يضوجون من شكله، مو هو كابن يضوج منه ونفوه، لا بس خوفا على حياته. كانوا الاصدقاء هواي من اصدقائي كانوا ينصحوا كرار لا تطلع هيك، كرار كذا، كرار كذا، لا تسوي هيك، لا تلبس هيك، انت منطقتك كذا، وانت حتى ممكن باي منطقه بالشارع ممكن تتعرض للهجمات الاشياء. كان يلبس شفقه الولد، يعني حرصا على انه ما يسمع حكي جارح، مع العلم من كان يطلع بالشارع هواي كان يسمع حكي، هو كان يقول لي انا كنت سميع انصت له هواي، فكان يحكي لي. كرار ما له علاقه اي موضوع، كرار لما كنا نوقف احنا الجروب المسرحي نوقف نحكي باشياء يستحي ويروح لغاد، ما دا بالغ نهائيا امام الله شاهد، زين نهائيا ما دا بالغ. كرار كان يروح لغاد، كرار كان يبتسم لما كان يضطر يوقف يمنا ونحكي سوالف بيناتنا احنا كشباب نشاق ونضحك، كان بس يبتسم. كرار ما له علاقه بموضوع لا جنس ولا بنات ولا صداقه ولا ضحك على بنيه، كرار حتى تليفون ما عنده، تليفونه مكسر جالكسي ويقول انا شو اسوي بس اخابر بيه، وارقام بنات ما عنده. كرار رجل بريء تماما، طفل صغير لما يقعد بالهذا يتشتف ويقعد بالقاعه، ما له علاقه باحد، واحيانا قبل فتره التمرين ينام لان يعني ما عنده موضوع يحكي اصلا وما عنده شيء يطرحه امامك،
مجرد انه هذا كرار ينتظر يكمل شغله اللي يحبه هو ويطلع. فكرار الرجل كان بريء وكان لطيف اصلا، خفيف الظل جدا، ومجرد انه هو واقف يمك يحس روحه خجلان ويحسك انت اعلى منه. فكرار بعيد عن هذا الموضوع، يعني بعيد عن كل التبريرات اللي احكيها. اذا انت تشوف كرار راح تعرفه من اول نظره حتى بدون ما تحتك به. والدليل اني 3 اشهر صح، 3 اشهر انا وياه، بس مو كلهن وياه بي واسمعه، حكى لي بفتره وجيزه عرفت شنو كرار. أثارت طريقة قتل كرار ردود فعل غاضبة بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين صفوف الشباب اللي عدوها انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وبشاعة بحق أشخاص لا يرتدون ملابس تواكب الموضة العالمية، مشيرين إلى أن هذا الأسلوب تستخدمه مجموعات مسلحة متشددة عادت لتنفيذ القتل بطرق مختلفة. وتلقى نوشي تهديدات بالقتل في السابق مثل ما قال لنا صديقة بسبب ارتداء ملابسه الضيقة وطريقة قصات شعره اللي أشيع عنه أنه هو راح يكون أحد مشاركين مسابقات ملكات أو ملك جمال العراق الخاصة بالرجال. اليوم مراسلنا نزل إلى الشارع العراقي وشاف رأي وردود أفعال الشارع العراقي حول مقتل هذا الشاب الوسيم. كرار نوشي، أنا صاحب مكتب بهالمكان، أنا أشوف كرار نوشي يطوب هذا المركز الثقافي ويطوب بأرض منطقة القشلة. ألاحظ أسأل عنه يقول هذا رجل فنان مسرحي وعنده عدة برامج يعني، وهو يسايرون هم فنانين دا أشوفهم. ما شفت عدة فنان يعني دا تقولها بسبب ملابسه أو بسبب هدوء شعره، فهو أولا هو فنان، وهذا جو الفنانين بهالشكل. يعني هسه خلي يروحون المحافل الجميله، خلي يروحون اي متحف يشوفونه، اوروبا ولا العراق ولا العرب، وبهالشكل يعني. هذا ما ياثر على شخصيه الانسان ولا يقدم ولا ياخر بالنسبه للبلد. يعني قرار نوشي هو شخص عادي، يعني مو ذاك الاهميه اللي انت تجي تمد ايدك عليه تضربه، هي مو مرجله. هو هذا فنان. يعني احنا بالنسبه لنا يعني ننتقد، اكو عندنا هنا ناس شاذين ننتقد، لكن قرار نوشي من اشوفها ما بيه تكامل، لحيته مجرد انه شعره طويل. زين، رجل يمكن عنود، يمكن مثلا هو مبلغ او قايل ترى مره مرتين مو يغير بشكلك، قال لك مثلا انا ما هذا انا حر وانا انادي بالديمقراطيه وانادي بالحريه وانادي بكذا بالمواضيع هذه، فانا ما اطبقها، فانا غيري خلي يطبقها. انا اعلامي يعتبر انا يعني وجه مسرح، وجه ايداء فني، فما ممكن انا اخضع الناس جايه من وراء الشمس تريد تزرع الخراب بالبلد. هذا الموضوع. رايك الانتقاد بالفيسبوك اللي صاحبه قبل 10 ايام من استشهاده، قبل 10 ايام انه هو واجه موجه كلش كبيره بالفيسبوك انه لتسقيطه، مثل ما قال هو نزل فيديو، برايك هي ادت الى مقتله؟ يا استاذ، هو تسقيطه هو شنو؟ هو رئيس وزراء؟ هو شنو يعني؟ هو سياسي؟ انا بس اريد افتهم. انا اشوفه رجل بنطلون كابوي وقميص، يمكن اقول لك يعني تعبان، ورجل فنان اقول لك، يعني هو ما عنده اي تاثير. انا اعرفه عنه، انا ما عنده تشاويه، بس انا اشوفه انه يلتقي كل جمعه يجي هو ويا زملائه من بنات ومن شباب يلتقون في المنطقه هاي. بس انت من تريد تقول لي رايك انت، رايي الخاص، مقتل قرار نوشي باي حق؟ باي حق يقتل؟ يزهق روح على مود شعر او على مود ملبس او على مود حزام او على مود قميص؟ هذا ما صار بول العالم. بالنسبه للشاب المغدور كرار نوشي، هو احد رواد شارع المتنبي، كان ياتي للشارع بطريقه مستمره، يعني بصوره مستمره كل جمعه. انا كوني احد باعة الكتب في الشارع الاحظ انه هذا الشاب كان له مظهر خاص به، يعني من ضمن الحريه الشخصيه اللي هو يعني كونه فنان، فملابسه مميزه او قص تسريحه شعره مميزه، وكان يلتقي بالمركز الثقافي او القشله، عنده يعني هم مجموعه من الشباب يمارسون مهام، هم هاي الوسائل الثقافيه او البرامج اللي عندهم من شعر او مسرح
بالمركز الثقافي. أما بالنسبة لقتله هذا الشاب يعني أنا ما أنطي أي حق لأي جهة معينة أنه تصير يعني تقتص من أي شخص أو أي شاب يمارس حرية شخصية، يعني إن كان مظهر أو إن كان يعني ملبس أو إن كان أي شيء يعني يخص الحرية الشخصية. والله هو يعني كرار ابني أنا أعتبره هو من الأخلاق الدمثة، يعني أخلاقه جدا راقية، حلقة دافي، ما يحكي إلا بالطيبة إلا بالشيء الحلو. الولد جميل، يحب الجمال، يحب الحياة، يحب يغير تشينج، يحب يعني هاي شغلات. خلوق لدرجة. بالنسبة لحالته المادية، ترى حالته المادية جدا صعبة، يعني كان يشتغل عماله حتى يقدر يوفر فلوس يجي للتمرين للمسرح الوطني، لأن هو مو موظف عندنا، مجرد هاوي للتمثيل، ويشتغل جسد، يشتغل رسم، يعني إنسان أنا أعتبره من الخسارة أن يروح صراحة. الفنان كرار نوشي يستحق أن يلقب بشهيد الحرية، شهيد الفن صراحة. كرار نوشي أحد الناس الشباب المسالمين الذين يحبون الحياة، يحبون السلام، يحبون الفن. كرار نوشي سلاحه في الحياة هو المحبة، سلاحه هو الفن، سلاحه هو كيف أن يكون إنسانا مسالما خدوما منتجا مفيدا للإنسان والإنسانية. كرار نوشي لم يكن سارقا في يوم من الأيام ولم يكن مجرما. كرار نوشي لم يكن في يوم من الأيام حاقدا، لم يكن من الأيام حاملا قنبلة تقتل الناس، ولم يكن حاملا يوم سكينا تذبح الآخرين، ولم يكن حاملا حزاما ناسفا، ولم يكن في يوم من الأيام ينتمي إلى عصابات لا تريد الاستقرار إلى هذا البلد الآمن. وإنما كرار نوشي كان في قلبه وفي حوزته فن ومسرح ومحبة وسلام. الحقيقة من خلال ما عاشت وياه يعني فترة قصيرة، يعني مجرد سلام أو مرات يجي ياخذ صور يعني، فكان شاب لطيف في الحقيقة، طموح، يطمح أن يمثل أو يخرج حتى يعني يكمل كلية في سبيل أن يجي المسرح العراقي، لكن القدر هذا أمر رباني سبحانه وتعالى، هو يعني أجل هذا، فنتمنى نتمنى من الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة. واخيرا بعد ما شفنا هذه المأساة سواء بعيون اهله وعائلته، بعيون اصحابه واصدقائه، ومكانه الفارغ اللي اصبح الان في المسرح الوطني، هذا الفنان الجميل، نريد نقول انه صح احنا قاعد نتحرر شويه شويه من المجرمين داعش، طبعا يعود هذا الفضل الى الجيش الباسل العراقي الجميل، لكن هناك الكثير من الاشخاص اللي بعدهم عندهم تخلف، واكو داعش موجود في فكرهم. اليوم انا اذا البس شيء عجبني مو معناته انه اني اتهدد وانقتل. وين الحريه؟ احنا نستخدم الحريه شو وقت ما يعجبنا وبالطريقه اللي تعجبنا وبالكلام اللي يعجبنا، خصوصا اذا كان هذا المكان خلينا نقول بين قوسين انه يحكي عن الطائفيه، لكن لما شخص فنان بسيط ما مأذي احد يجون هم يأذوه، لا هنا كافي، لازم نحط حد، لازم اصلا هنا اليوم الحكومه تهتم الى مكافحه الجرائم الالكترونيه، خصوصا اذا كانت لها طرف وايد في قتل اشخاص ما لهم ذنب لمجرد انهم لبسوا وغيره وستايلهم. اليوم اريد اقول نصيحه لاصحاب البيجات والناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي، ارجوكم عرفوا شو تنزلون وعرفوا شو تختارون مواضيع، والرواد ايضا عرفوا شو تحطون وشو تسوون وشو تتابعون. والاهل اللي دا تتابعني هسه انتبهوا على اولادكم وعرفوا منو اصدقائهم وين يروحون وين يترددون، واولادكم شنو يستخدمون وشنو المواقع اللي موجوده على الانترنت شو يستخدموها. شكرا لمتابعتكم حلقتي لهذا اليوم لزائد 18 لم يعد سرا، كانت وياكم نعمه رياض احمد، حياكم الله.